الحمد لله مضى هاليوم على خير وما اجتنا فيه مصايب. شكل المصايب اليوم معطلي. صب عمي صب، خلينا نشرب كاسة متي احسن شي. سكر ولا بلا سكر؟ ولك يلا احط لك شوية سكر، يعني شو رح تخسر؟ ماني فهمان. يلا هي شوية سكر، ولو لا بتقدم ولا بتأخر. يعني شو راح يصير؟ مثلا يخلص كيلو السكر برجع بجيب كيلو سكر، بكرة بشتغل وبرجع بشتري كيلو سكر، شو هالمشكلة يعني؟ وخليني حط أسوأ الاحتمالات. لنفترض ما صار لي شغل بكرة، بروح على الدكان وبدين كيلو سكر وبقول له بس اشتغل بعطيك المصريات، بس بلكي صحيح ما عاد صار لي شغل خالص، بصير اتدين كتير لحتى كل الدكاكين يصير إلها علي مصاري، وبصيروا كل ما بيشوفوني بيقولوا لي وين المصريات. هوني انا بصير اهرب منن وبلف من طريق التراب، ما عاد بمرق من قدامي عن الزفت. بس بلكي بكره اولادي اجى عبالي بسكوت، هوني انا بدي اضطر احرمن من البسكوت. هوني ابني بيجن وغير شو ما عاد يهديه، وبيكبر وبيحط البسكوت براسه وبصير مجرم وبصير يلم رفقاته وبيتعلموا سرقة البسكوت ويقتلوا عالم مشان ياخدوا بسكوت. هوني الشرطة بتجي علي وبتاخدني بتسجني شي 5 6 سنين، بتكون انا ضاقت اخلاقي وطلعت روحي. بس ما رح يرضوا يطلعوني ما ادفع كل حق البسكوت، وبهال5 سنين بده يكون سرق بشي 50 مليون. يا بيي شو 50 مليون؟ كل شي اشتغلته بحياتي 50 مليون. ايه وبلا لهالسكر، شو ما عاد فيني اشربها بلا سكر يعني؟ من يومي ما بحب هالسكر، بحسه مضر لهالسكر، خصوصا هالسكر البلاستيكي هذا.